السلام عليكم. انا في العادي ما بحبش اتكلم في فيديوهات ان انا ارد على حد وفلان قال وفلان عاد والكلام ده كله مش قصتي. انا بحب الكوره وبحب فنيات الكوره وبحب قصص الكوره وتاريخ الكوره ونشأة الحاجه ومنين وازاي وفين والتكتيك والتكنيك والكلام ده كله. بس انا بقالي يومين بجاهد نفسي بس مش قادر اتمالك اعصابي اكتر من كده. عايز افهم الكابتن ايمن عبد العزيز المدرب المساعد في جهاز روي فيتوريا في منتخب مصر المقال اللي قالوا له سكة السلامة، المعلم مبسوط منك وما تجيش هنا تاني. شغال ازاي؟ اشتغل في المنصب ده ازاي يا حازم يا امان؟ انا نفسي افهمها. الراجل اللي طالع هبل في كلام كتير جدا مع مهيب عبد الهادي. انا هرد على 3 حاجات بس. اول حاجه فيها ان هو قال لك اصل انا بتهاجم عشان زملكاوي وحازم امام بيتهاجم عشان زملكاوي اسامه نبيه مع كوبر اتهاجم عشان زملكاوي. مش عايز اقول لك غير حسن شحاته ايه مش زملكاوي. الله يرحمه الناس كانت بتحب الله يرحمه حماده امام مش زملكاوي. طه بصري مش زملكاوي. حلمي طولان مش زملكاوي. الموضوع مش زمالك واهلي، وكون ان انت بتفكر بالعقليه دي وانت كنت مدرب في منتخب مصر دي كارثه. يعني المفترض ان انت بتتجاوز بقى الانتماء المحلي وانت بتتكلم عن مصر الاشمل الاعم. فده يعني حاجه متخلفه جدا. تاني نقطه قال لك فيها يا سيدي الكوره مفيش فيها بلان وباللفظ يعني كده، والتكتيك لا يتخطى 10% من الكوره. انا مش عايز اشتم، مش عايز اقل ادبي. كوره ايه اللي مفيش فيها بلان يا بيه؟ كوره ايه يا استاذ اللي مفيش فيها بلان ولا تكتيك؟ 10%. التبديلات تكتيك، الخطه تكتيك، حركه الجون تكتيك، حركه اللعيبه من غير كوره تكتيك، حركه اللعيبه بكوره تكتيك، رمية الاوت تكتيك، الفاول تكتيك، الكورنر تكتيك. كل حاجة في الكورة تكتيك بالمعنى الحرفي للكلمة. اقول لك على حاجة، مانويل جوزيه الله يمسيه بالخير بقى كان بيقعد مع الجمهور ويقول لهم زوموا في الحتة الفلانية ويضغطوا في الحتة الفلانية. ده تكتيك. كل حاجة التغييرات تكتيك، كل حاجة في الملعب هي تكتيك. فكون ان انت جاهل ده يخلينا نسأل حازم امام اتعين في مكانه ده ازاي؟ واحد مش معترف بحاجه ان الكوره فيها بلان وتكتيك. امال على اي اساس كان في المدربين يقول لك ايه احنا بنعمل سيناريوهات للماتشات لو ما فيش بلان؟ بجد والله. فكون ان الشخص ده وصل للمنصب ده احنا نسال المسؤولين عن المنتخب الراجل اللي ملط في التفكير ده وصل للمكان ده ازاي. طيب يا سيدي انت ما عندكش تكتيك. في مدربين ما عندهمش تكتيك على فكره، بس بيلعبوا بالروح وبالعزيمه ويلا يا رجاله ومش عارف ايه. قال لك بقى التصريح الثالث الكارثي. قال لك انا مش دكتور نفسي، انا ماليش علاقه بمعنويات اللعيبه ومش فاضلهم. لما انت يا بيه لا فاضل بلان ولا تكتيك ولا بتتعامل مع اللعيبه بشكل معنوي ونفسي جيد وبتاهلهم نفسيا، امال شغلتك على المدفع ايه؟ بررم. يعني انت شغلتك ايه؟ لا تكتيك ولا بلان ولا نفسي ومعنوي. يخرب بيت كده. ده حاجة مستفزة. انت ازاي واصل للمكان اللي انت كنت فيه وازاي كنت بتدرب في اي نادي؟ وانا نفسي اعرف بقى النادي اللي انت هتشتغل فيه بعد كده هيشغلك على اي اساس؟ ايا كان هو مين هيشغلك على اي اساس؟ ده راجل ملط. وده يبين ان الكورة في مصر هنفضل نعيد ونزيد فيها منظومة فاسدة وبتشتغل بالمصلحة والسبوبة فقط لا غير. اخر حاجه هرد فيها بقى مش على ايمن عبد العزيز ولا فشل حازم امام. هو بس سؤال. الكابتن مدحت شلبي امبارح ولا اول امبارح في ماتش الهلال. انا ما بتفرجش على الكره السعوديه يعني تقصير مني يا سيدي. قال لك سالم الدوسري لفه كده فقال لك ايه ده امام عاشور حب يعملها
وقع على راسه دخل المستشفى، نط على قدك يا امام. ايه العلاقة يا اخ مدحت ما بينك ما بين قصدي امام وسالم الدوسري؟ ليه ذكرت الموقف؟ انت بتحاول تقلل من نفسك ومن بلدك ومن ولاد بلدك ليه؟ ما توقعش في اي لحظة من اللحظات ان حد في السعودية مهما كان هو مين يقول له قول كذا. والمفترض يعني ان حتى لو حد قال له قول كذا، مدحت شلبي يقول له سكة السلامة يا بيه، مين اللي يقول كذا؟ بس ولا انت بتحاول تنول الرضا قوي عشان الدولارات تعد قوي؟ خليك في نفسك واطلع اعتذر للاعب المحترم اللي لما غلط وهو عيل عنده 20 21 22 سنة طلع بعدها اعتذر مرة واثنين وثلاثة، ولاعب مجتهد، وكلنا شفنا ان هو من ضمن ناس قليلة قوي كانت بتلعب بروح وعزيمة في المنتخب. فلو احنا هنمشيها كده جمهور الاهلي هيستلمك، وكل مرة جمهور الاهلي بيستلمك انت بتعيط. فبلاش، تجنبنا. وجمهور الزمالك اللي بيقول لك ما انتوا سكتوا على معلول حتى الزغلول فدوقوا بقى، لا احنا مع بعضينا بنتخانق، احنا مع بعض. انما دي في ماتش الهلال والنصر السعودي ما الايمان بالموضوع، فاحنا مع بعضينا جوه نعمل اللي احنا عايزينه مع بعضينا، انما دي بره دلوقتي، فالموقف مختلف تماما. دي كانت كل حاجه معانا النهارده. اتمنى ان انا ما اعملش فيديوهات من النوعيه دي تاني، وارجع اتكلم في تحليل كوره وتكتيك كوره وارقام واحصائيات، وسايمون كوبر قال، وكابتن فاروق جعفر قال، وكابتن مش عارف مين قال، ونتعلم من بعضينا. ف ان شاء الله مش هعمل فيديوهات من النوعيه دي تاني. بس يلا، بس كده، شير ولايك وسبسكرايب والحاجات دي كلها. سلام.